كده عسل. افضل الفيلل ايه؟ احنا نقول قصر مثلا، قصر في العبور. يلا بينا نشوف جمال وحلاوه وشياكه واناقه. يلا بينا. الميزه هنا ان انت اول ما بتخش الجاردن على اليمين على طول، ان انت اول حاجه ممكن توفر ديكور المدخل بتاع الجست اللي انت فاتح الجست. ليه ارج لذيذ لطيف هنا اهو، كوبايه قهوه للراجل المحترم ده. ارج ورد هنا 2 3 4 5 ارجات هيغيروا لك منظر المدخل بتاعك. انا ميزته ان هو ممكن مثلا يشيل ايه 400 500. هو 450 500 حلو قوي على فكره. المكان هنا ممكن يشيل 800. شايفين الصوره دي؟ شوف الجمال بتاعها عامل ازاي، والقصر وراه والكراسي والترابيزات يمين وشمال، في فروع نور زي ما احنا شايفين في الصوره. المكان لذيذ، اقل ديكور فيه يبان جمال وحلاوه المكان. اصلا المكان ملعبه حلو قوي قوي. الحته دي كلها بتتعمل دانس فلور بالستيج اللذيذ اللطيف. اقل حاجه بنحطها 10 متر في 3 متر. العروسه بتخش ورا. ميزه المكان هنا دلوقتي الحته دي، شوفوا جمال ورقي وافخم مكان موجود في العبور كله. تعالى يا باشا اوريهم الجمال. بسم الله ما شاء الله. في بسين على اليمين، ممكن يتحط له شيكات ورد، بيكون المكان تحفه. وميزه المكان هنا كمان ان هو معمول جار لزول الشيء. شفتوا السلم ده سلم البشوات. احلى مكان يتاخد سيشن في الدنيا كلها، لما يبقى العريس والعروسه واقفين هنا مع مصور محترف بجمال السلم ده كله، بيدي افضل صوره سيشن في مصر كلها. فيلة البشوات، لا قصر البشوات. لما نخش على الشمال هنا غرفه العريس اللذيذه اللطيفه الجميله، فيها تكييف كبيره. ده افضل اوضه عريس موجوده في العبور كلها. تجهيز البرنسيسه الملكه. وريهم الجمال اللذيذ ده. حط اسم العريس اسم العروسه في ديكوريشن معين جميل مع المرايه المختصه بالميك اب ارتست. لا لازم اقول لهم مش هتقول دلوقتي. لا مش هتيجي خالص. ان هي تكون لذيذه لطيفه جميله ومدلعه. نسيت اقول لكم ان هنا اكبر باركنج تلاقوه في العبور. يعني انت لو عندك 3000 عربيه ممكن تشيل هنا لحد 1000 عربيه عادي، والدنيا جميله والمساحه اكبر باركنج في العبور كلها. يعني اعمل حسابك ان مفيش عربيه هتركن بره. كان معاكم احمد عثمان الباشمهندس فاحلى اماكن للافراح. نشوفكم في فيلا ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.